اهلا بيكم ريفيو جديد وانت الاهم. النهارده هنقول لكم على النصايح من الحاج حماده اقدم عطار في وسط البلد. هيقول لنا على الطريقه الصح اللي تقدري تنضفي بيها الكوارع والكرشه والممبار. قول لنا بقى ازاي حضرتك يا حاج حماده. كل سنه وحضرتك طيب. قول لهم بقى التركه بقى. كرشه طبعا بعد ما بنطلع الكرشه من عند الجزار اول حاجه نعملها نفضي الفضلات اللي فيها. تمام. بعد كده بنغسلها تحت الميه الحنفيه كده غسله كويسه، وبعد كده بحطها بجيب حله بحط فيها. حاج حماده هيقول لكم على التركه اللي تلاقوها تقدروا تنضفوا بيها بكل سهوله في البيت. ده غير كمان هيقول لكم على التوابل اللي انتوا تقدروا تحطوها. كربوناتو. تمام ماشي. بحط فيها معلقتين ملح ليمون، معلقتين ملح ليمون. ها ماشي. بحط فيها دي حله بحط فيها معلقتين كربوناتو، معلقتين ملح ليمون، شويه خل. حلو قوي. ثلاث مكونات. وبعدين بسقط فيها الكرشه. ماشي. نص ساعه اجي اطلع الكرشه دي عليها بيضه بقت زي الفل. اغسلها تحت الحنفيه تاني غسله كويسه واقطعها واسلقها بألف هنا وشفا. بالنسبه للممبار بجيب برضو الخل مع نص ليمونه. ماشي. تمام. وبحطهم في حله ميه وبحط فيهم الممبار برضو ربع ساعه نص ساعه بلاقي كل الدهون اللي داخل الممبار والحاجات اللي جوه الممبار بقى زي الفل. حلو قوي. والكوارع؟ الكوارع بقى فيه بحط لها الكربونات مع الملح ليمون مع حاجه اسمها ملح الصيني. ملح الصيني دوت يا احمد. نحط كربونات وملح ليمون. ملح ليمون حتى ده ملح صيني. حط ملح ليمون. ده عشان ننضف بيه الكوارع. ده بيتحط للكوارع بننضفها بيه في ميه السليق، الميه اللي انا بنضف بيها. 3 مكونات دول حاجه اسمها ملح صيني، ملح ليمون وكربونات. بحطهم في الميه وبسقط فيها الكوارع. بعد كده بمسك السكينه انضف الاقي الشعر ده بينزل ثانيه واحده. حلو قوي قوي. تبقى زي اللي بتجيبيها كده من عند الجزار ما فيهاش شعرايه. ما شاء الله. طيب قول لنا بقى على التوابل اللي بتتحط بقى واحنا بنعملها. بالنسبه للكرشه احنا بنعمل لو عايزه تعملي الصلصه بتاعت الكرشه بنديكي برضو توابل عباره عن بابريكا وثوم بودره وبصل بودره وكرفس وبقدونس وفلفل ابيض وحبهان وجوز الطيب. دي بتحطيها في الصلصه بتاعت بتاعت الكرشه. الكوارع بتبقى زي اللحمه المسلوقه، بحط لها اللورة والمستكه والحبهان وببشر عليها شويه جوز الطيب، شويه ثوم بودره، بصل بودره، بيخلوا برضو الكوارع حاجه تحفه. ما شاء الله. من الممبار بقى احنا متخصصين في البهارات بتاعته اللي بتحطيها مع الرز. ايه بقى قول لنا عليها. دي بقى برضو بقدونس وكرفس. هات البهارات بتاعت الممبار. بقدونس وكرفس وزر ورد ولورو وريحان ورق ونعناع ورق وروزماري وجوز الطيب وقرفه وجنزبيل وكبابه صيني وزر ورد، حوالي 11 حاجه. حلو قوي. بتتحط على البهارات اللي هي على الرز بتاع اللي محشي بيه الممبار. هم هيجوا لك بقى من تبع الصفحه ان شاء الله عندنا يقولوا لحضرتك ان احنا عايزين التوابل بتاعه الممبار جروف عشان تجيبها لهم وعليها خصم 10% لكل متابعين. دي توابل. دي 11 صنف بهارات. حلو قوي قوي. دي بتتحط على الرز. بتتحط على الرز اللي انا بحشي بيه الممبار. حلو قوي ما شاء الله. ده بيت العطاره الهندي. قول لهم بقى العنوان يا حاج حماده. شارع محمد محمود باب اللوق امام برج الاطباء، الشارع اللي فيه الجامعه الامريكيه. دي بهارات سجق. دي لو عايزه تعملي سجق برضو في البيت دي توابل سجق اللي هو بتاع الخروف. الممبار بتاع الخروف عشان بيبقى رفيع بتحشيه لحمه مفرومه، بس قبل ما تحطي اللحمه المفرومه فيه بتحطي التوابل دي مع اللحمه المفرومه. حلو قوي. دي ريحتها ما شاء الله طالعه جميله. دي برضو تاكلك شويه سجق مش موجودين عند اي حد. تعملوهم في البيت بايدك، حاجه نظيفه، لحمه نظيفه بتاعتك واثقه فيها. بتحطي معاها بنحط لها احنا جنزبيل اخضر ونحط لها كركم وزر ورد وجوز الطيب وقرفه وحبهان ولورو. ما شاء الله كل حاجه فريش عندك وطازه. احنا بنطحن اول باول. عندنا المكنه بتاعت الطحن هنا اهو.
وريها لهم مكنه الطحن هنا. احلى حاجه في عند الحاج حماده بيطحن لك الحاجه قدامك، حاجه قدام عينيكي وانت واقفه، كل حاجه بنحطها، كل حاجه هتلاقيها بتطحن طازه اول باول. ما شاء الله كميات كبيره جدا 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 على كل التوابل عند الحاج حماده. وبيطحن لك كل حاجه فريش، كل حاجه طازه عنده. وهيعمل خصم لكل متابعين صفحه انت الاهم، خصم 10%. مجرد هتقولوا له ان احنا جايين تبع صفحه انت الاهم هتاخدوا. حاج حماده بيوريكم اهو كل حاجه ما شاء الله بتطحن فريش. بيطحن الحاجه كلها فريش اول باول، كل حاجه عنده فريش. بصوا ما شاء الله، بصوا التوابل جمال وجمالها طازه. والحيطه طبعا هم مش هيشموا بقى الحيطه اللي مش هيعرفوا، اما يجوا بقى هيقدروا يشموا. طبعا الريحه جميله جدا ما شاء الله، كل حاجه طازه عند الحاج حماده، وهتعرفوا توصلوا بسهوله جدا جدا جدا. العنوان هنكتبه لكم ورقم التليفون تقدروا توصلوا. كل التوابل ان شاء الله هتقدروا تحطوها ويبقى اكلكم جميل وطازه. وانتظرونا في فيديوهات جديده وانت الاهم.